السلام عليكم. أنا مين؟ أنا مصطفى سليمان. كنت في تانية حلوان، وربنا كرمني وحاولت، ودلوقتي أنا في تالتة طب قصر العيني. لو كنتوا سمعتوا الناس منكم تعرفني من فيديوهات السكيل لاب اللي كنت بعملها. وكنت برضو بعمل مجموعة ايفنتات أنا وواحد صاحبي، يعني اسمها ميديكال كارير باثوي. كنا بنحاول برضو نتكلم على فكرة اليوسيملي والتراكات مختلفة برا مصر وجوا مصر. آم، وانا في سنة تانية كنت نزلت بوست جدلي كده، يا جماعة للناس، او بخصوص التحويل بشكل عام يعني. بس هو كان البوست مايل شوية ناحية حلوان يعني. وفي اكتر من حد في سنة تانية بيكلمني، بيسألني على حاجات في قصر عيني، فحبيت برضو ايه ان انا اوضح التجربة كاملة، واقول يعني بعد ما شفت الاتنين او بعد ما عشت التجربة، فاقدر ساعتها اقولها بشكل واضح يعني. وبرضه اقول لكم الشروط وايه الخطوات بالظبط اللي هتعملوها عشان تحولوا ان شاء الله. تمام. بالنسبة لطالب طب، فهو هدفه حاجة من أربعة. لا إما هو عاوز نيابة جامعة. نيابة الجامعة دي ياخدها في تخصص هو محتاجه، أو إن هو ياخدها، يعني أهم حاجة تكون بالنسبة له إن هي نيابة جامعة. لا إما هو ما عندوش مشاكل، أو يعني درجاته ما تسمحش غير بوزارة الصحة، بس هو محتاج تخصص كويس. تخصص كويس يعني درجات كويسة، يعني درجات عالية. تمام. لا إما عاوز يسافر اللي هو معظمنا يعني، سواء بقى إيه، أمريكا أو يوكي أو ألمانيا أو خليج. تمام. أو هو بقى إيه، want to be doctor to help people. فهو عاوز يتعلم كويس. يتعلم كويس دي يعني يتعلم من دكاترة كويسين، ويتعلم من مستشفى كويسة. تمام. لا إما هو بقى إيه، هو مش عاوز حاجة حرفيا. هو عاوز أقل كلية فيها ضغط، عشان هو بيعمل حاجة تانية مع الطب. تمام. فأنا هقول لكم يعني وجهة نظري، كل واحد على حسب هدفه والمنظور يعني من الموضوع. بالنسبة لنيابة الجامعة، فأنا بس حابب تعرف حاجة مهمة، إن في القصر العيني الدرجات عالية، وفي ناس كتير قوي جايبة 99% في المية، و98، وفعلا ممكن حوالي 200 300 واحد على الدفعة جايبين 98 99. فلو انت حابب، او لو انت مجموعك يجيب نيابة جامعة في حلوان، وبالنسبة لك نيابة الجامعة دي مهمة زي معظم الناس اللي كملوا في حلوان، فرأيي إن أنت تفكر في موضوع التحويل ده تاني، أو إنك تشوف، عشان أنا سمعت إن ما شاء الله الدرجات دلوقتي بقت كويسة جدا في حلوان. في ناس بتجيب ما شاء الله 99 وبتجيب درجات كويسة في حلوان. تشوف ترتيبك في القصر العيني لو حولت هتبقى الكام، وتبدأ إن شاء الله يعني تسعى في القصر العيني، يعني هتقدر تنافس بإذن الله لو ترتيبك قريب هناك. في ناس، او هتسمع ناس بتقول لك ايه، اول سنتين في القصر العيني مش عليهم درجات كبيره زي تالتة ورابعة وخمسة. هو لا، يعني يعتبر الدرجات لما تشوف تقسيم الدرجات هتلاقي ان الدرجات يعتبر متساويه في السنين، ولو في زياده في اخر 3 سنين فهي زياده بسيطه، ما تخليش التعويض الكبير ده. ده بالنسبه لايه، نيابه جامعه. بالنسبه لو واحد هدفه وزاره صحه، عاوز تخصص كويس، فانا دي الصراحه حابب اقول فيها ان حقيقي حقيقي حلوان الدرجات فيها مش اعلى حاجه. تمام. وان فعلا 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 يعني القصر انت ممكن لو جبت 94 او 95%، فانت كده يعني من اقل الناس اللي جايبه في الدفعه يعني. انت بنفس المجهود او اقل ممكن تجيب درجه اعلى. ده بالنسبه لايه، القصر. فانا فعلا حابب اقول وجهه نظري في النقطه دي. لو انت
مالكش نيابة جامعة، أو يعني بالنسبة لك الدرجات في حلوان مش أحسن حاجة، فالموضوع هيساعدك أكتر في القصر. طب ليه الدرجات في القصر أعلى؟ هل هم عشان أذكى مننا يعني، أو حلوان أغبياء؟ خالص. هي الفكرة كلها إن هو بيكون في أسئلة، بيكون في كتاب اسم، بيكون في زي تحديدات كده أو إيه، حاجات مهمة يعني. فالواحد بيذاكر دول يعني، ويدخل حرفيا الامتحان بيبقى 99%، هو عارف الأسئلة اللي هتيجي أو الموضوع متكرر يعني، فهو بيبقى متدرب عليها كويس. يعني عاوز أقول لكم من الحاجات الطريفة جدا، إن أنا واحد صاحبي مثلا مذاكر رمض قبلها بيومين أو 3 أيام، وناقص درجتين في الرمض، الانتي ناقص 3 درجات، وبرضه مذاكره قبليه ب3 أيام. رغم ان انت المجهود ده لو عملته في حلوان انت ممكن ما تنجحش اصلا، او ممكن تذاكر طول الترم برضه ما تنجحش يعني. فعاوز اقول لكم يعني ان يعني انت اصلا لو ما تعرفش اي حاجه عن المنهج، ممكن تحل امتحانات السنين اللي فاتت او بص على التحديدات اللي هم بيحددوها، فانت ممكن تدخل تغلط غلطه او غلطتين بس. ده بيعمل ظلم، بيعمل ظلم. احيانا بيبقى ناس كتيره مذاكره كويس جدا، وممكن ناس تجيب اعلى منها ومش مذاكره بنفس المذاكره، بس كاوفر اول ممكن يبقى اقل واحد فيكم ناقص 3 درجات، 5 درجات، 6 درجات. فبتبقى كأوفر أول الدرجات عالية الصراحة. وبالنسبة بقى لوزارة الصحة، فاحنا بنبقى تنسيق على مستوى الجمهورية، فطبعا انت بتبقى فرصتك أفضل إنك تاخد تخصص كويس وتعلي درجاتك بالنسبة بالنسبة آه، آه، لنقطة التخصص. تمام. بالنسبة للسفر، فانت محتاج ان جامعتك تكون ما فيهاش مشكله في نقطه السفر دي. فانا عاوز اوضح لك بس ان المانيا مش هيكون فيها مشكله، خليج مش هيكون فيها اي مشكله، بريطانيا هي لغايه دلوقتي ما فيش اي مشكله. بالنسبه ليوسم لي، فمن اول 2024 فالجامعات اللي مش معتمده مش هتقدر تمتحن الامتحان. بس لغايه دلوقتي بالنسبه لاي سي في ام جي دي المؤسسه المسؤوله على اليوسم لي، لو عملت اكونت قبل 2024 فانت هتقدر تقدم على الامتحان عادي جدا. ده لغايه دلوقتي يعني. في ناس كانت مكمله في حلوان قالت خلاص تمام، طالما انا اقدر اعمل يوسم لي في حلوان مش هتفرق بقى حلوان مصر عيني، بالعكس يعني القصر العيني ما فيهاش يعني حلوان ما فيهوش ريتن كده، فالموضوع هيبقى افضل يعني. بس نزل بوست كده، هو توقع من حد يعني، قال خلي بالكوا عشان ممكن يعني في السي في بتاعك او في الفايل بتاعك تعمل زي ريد فلاج كده، او يتعمل ان انت مش في جامعه مش معتمده، فيعمل لك فلتر فما تقدرش تماتش يعني. فبالنسبه لحته اليوسمني دي، فبالنسبه للاعتماد فممكن نقول برضو القصر افضل شويه. طب ما انا دلوقتي انا ناوي اسافر، فانا عاوز ايه؟ اقل ضغط، او ايه اكتر كليه ممكن يعني اذاكر فيها للمعادلات دي او للحاجه دي مع مع الدراسه بالظبط كده. انا في الاول كنت فاكر ان يعني حلوان هتكون ضغطها اقل من القصر العيني، علشان في حاجات اونلاين، وعلشان حلوان احنا بنمتحن بعد ما نخلص المديول بس، ما بنمتحنش فاينل زي القصر العيني، ولا بنمتحن ريتم. وغير كده اصلا القصر العيني بياخدوا الحاجات في مده اقل شويه. بس الصراحه بعد ما شفت الكلينيكال اصحابي في حلوان يعني، لقيت يعني الفرق جامد جدا فعلا. فعلا حلوان ضغط زياده في الكلينيكال، الموضوع مش واضح اكتر مع القصر العيني. زي ما قلت لكم ان انا في اصحابي بيذاكروا الامتحان ب3 ايام 4 ايام وبيجيبوا درجات اكتر يعني. يظهر من خارج ان القصر العيني ضغط اكبر، امتحانات كتير، فاينل، ريتن، حاجات كتير كده. بس من الداخل انت حرفيا انت مش حابب اقول كده، بس انت بتبصمج او الموضوع بيبقى سهل انك تجيب فيه درجة، وانك آه، تمشي فيه كويس يعني. طب اتعلم كويس بقى. الناس فاكرة ان هي لما تحول قصر عيني بالنسبة للدكاترة، فطبعا اللي هيديهم جراحة الدكتور علي حسيب، الدكتور بطن الدكتور حسام وافي. انا مش هقول لكم ان الدكاترة مش حلوين، بس عاوز اقول لك ان يعني الموضوع يعني اللي هو لما سألوا مثلا لاعب من ليفربول ايه المنتخبات اللي انت متوقع ان هم يأدوا كويس في كأس العالم، البرازيل، اسبانيا، ارجنتين، بعد كده مصر. ليه مصر؟ عشان هو كان فاكر ان مصر كلها محمد صلاح،
فانت برضو انت حاطط اكسبكتيشن في دماغك ان الدكاتره كلهم على حسيب بقى وسام موافق والناس الجامده دي كلها. هو في دكاتره كويسين جدا جدا في القصر، زي دكتور شيرين مثلا، دكتور مساعد، دكتور ألف الرمد. بس هي الفكره كلها ان انت لازم تفهم برضو ان مش كل الدكاتره هيكونوا كويسين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عاوز اقول لك ان ما يعتبر يعني ما فيش حد في الدفعه بيحضر محاضرات، او عدد قليل جدا. ايه ده؟ امال بنذاكر منين؟ انت لازم تحط في دماغك ان الداتا بتاع الكلينيكال بتبقى معظمها داتا واحده على مستوى الجمهوريه. يعني ايه؟ يعني انا كنت بذاكر اي ان تي من دكتور مسعد، فيديوهات اللي على اليوتيوب اللي بيذاكر منها هو اصحابنا اللي كانوا في حلوان. فانا بس بقول لك ان انت لو فاكر انك هتروح تلاقي بقى الدكاتره كلهم جامدين، لا. فانا عاوز اقول لك بس ان الدكاتره فعلا بيبقى يعني معظمهم مش افضل حاجه، واحنا ان احنا بنعتمد على الشرح الخارجي زينا زي اي كليه. تمام. في دكاتره بيكونوا كويسين، اه. تمام. طب بقى بالنسبه للمستشفى، لا. انت بتتكلم في قصر العيني وبدر، مفيش فرق طبعا. اه، ده عندك حق، القصر العيني احسن. بس ده مش سبب يخليك تحول ليه. علشان انت حرفيا لو عاوز تنزل اي مستشفى، البس السكراب بتاعك او البس البلطو بتاعك، قول كلمة واحدة بس: فولنتير. خلاص، انت حرفيا هتدخل اي مستشفى، ولو عاوز تبيت فيها للصبح تدور على النائب وتقول له فولنتير. فاقصد يعني ان فكرة القصرين دي فانت ممكن تحصل على من مكان تاني يعني. وبالنسبة للعيانين في بدر، فهم بدأوا يزيدوا او بدأ يكون عدد كويس يعني. وعاوز اقول لك برضو ان معظم العيانين في الكلينيكال كلهم يعني بيكونوا عيانين بيت. يعني عيان بيت يعني عيان بيدفعوا لهم فلوس بيجيبوهم يشرحوا لنا عليهم يعني. فبرضو الموضوع بيكون ايكوال يعني في الاتنين. فبرضو لازم دي تحطها في دماغك. طب بالنسبة للامتياز بقى، لا ما تقوليش ما الامتياز مش في القصر العيني زي الامتياز في بدر. عندك حق، الامتياز في القصر العيني احسن وهتتعلم احسن. بس انت لازم تعرف مقابل ده هيكون ضغط اكتر. يعني انا عاوز اقول لك ان في جروب عندنا في القصر اسمه القصر خانه. هو حرفيا الجروب ده ناس كتيره بتقول لا يا جماعه انا عاوز احول الامتياز بتاع المستشفى، الضغط فيها اقل ووقت فيها اقل. ليه؟ عشان الضغط فيها المستشفى كتير قوي، لدرجه ان بعض الناس لما بيقول الدكتور عاوز تعلمني وانا في امتياز، يقول لا انت في فتره الامتياز دي بيبقى عليك دوتي. ف يعني مهام يعني معينه اللي هتعملها، لو عايز تعلم بقى تعلم بعد يعني وقت غير الامتياز، علشان فعلا بيبقى ضغط جدا جدا في القصرين. فهو على قد ما انت بتشوف حالات او ريت العين بيكون عالي، بس بيكون ضغط، بيكون برضو ايه، ليه عيوب تانية من الناحية دي. طب بالنسبة لو انا مش عاوز حاجة، انا عاوز اقل ضغط، تمام. فانت في الحالة دي هتفكر للأسف يعني ان انا عاوز انجح بس يعني بأسهل طريقة انجح، بس بأسهل طريقة. ف يعني فكرة النجاح بسرعة دي هي صراحة تكون في القصر أسهل يعني. ليه؟ علشان القصر يعتبر للأسف، وأنا بقول كده، إن هو ماشي بالبصمجة. يعني أنت ما تعرفش أي حاجة في المنهج وحفظت الأسئلة بتاع السنة اللي فاتت، أنت هتدخل أنت مش هتنجح. أنت هتنجح وتجيب امتياز وهتجيب أكتر من 92%. ياه، للدرجة دي؟ اه للدرجة دي، واسأل أي حد. تمام. ماشي. ده لو هدفي خلاص، أنا دلوقتي أنا حددت القرار بتاعي سواء هحول ولا لا. تمام. طب انا بقى لو هحول بقى، لو هحول، قول لي الشروط. ايه شروط التحويل؟ شروط التحويل حاجتين: و... و... انك تكون جايب امتياز، امتياز في اولى وتانية، ولا تانية بس؟ لا تانية بس، تانية بس. تمام. تاني حاجة ان تكون بطاقتك وبطاقة والدك او ولي امرك يعني سكن في نطاق جامعة القاهرة. ايوه، اللي هو فين برضو؟ اقول لك دلوقتي: اللي هي الجيزة، عابدين، قصر النيل، المعادي، سيدة زينب، بساتين، بولاق، مصر القديمة، مقطم، أكتوبر، بدرشين.
تمام. ولازم يكون البطاقة دي عدى عليها 6 شهور. كده انا مش هقدر احول خلاص. ليه؟ هتقول لي انا ولا جايب امتياز ولا عامل البطاقة من 6 شهور. او هتقول لي انا جايب امتياز ومش عامل البطاقة من 6 شهور. انا عاوز اقول لك، انا دلوقتي في طالب في سنة تالتة قصر عيني، ولا كنت جايب امتياز ولا كنت عامل البطاقة والتحويل بدأ. طن طن طن. تمام. بص يا صديقي، في الاول هيفتح موقع. الموقع ده اللي هيقدم عليه هو اللي مستوفي الشروط، اللي هي الامتياز، واللي هي ان انت تكون عامل بطاقتك وبطاقة والدك مدة اقصاها 6 شهور. بعد ما الموقع ده بيقفل، اللي بيحصل في حاجة اسمها التماس. ايه الالتماس ده؟ الالتماس ده انك تكون مستوفي شرط واحد من الشرطين ومش مستوفي التاني. ايوه، انت عملت ايه؟ ما انت بتقول الالتماس يكون مستوفي شرط واحد من الشرطين، مش مستوفي التاني. اللي حصل ان انا غيرت بطاقتي وبطاقة والدي وما قعدتش 6 شهور، فهم اتغاضوا عن حاجة زي كده. تمام. يعني انت هتعمل بطاقتك عادي دلوقتي، بس تكون اهم حاجة تكون عاملها. تمام. بطاقتك وبطاقة ولي امرك، ومش لازم ان شاء الله 6 شهور. بعد كده الالتماس ده انواع، يعني في التماس طبي والتماس اجتماعي. انا دلوقتي هحكي تجربة، ده مش حاجة ستاندرد يا جماعة، التجربة بتاع دفعتي. تمام. كل اللي قدم التماس اجتماعي في دفعتي اترفض. ليه؟ عشان كان يعتبر دفعة كلها يعتبر حاولت، او تلتين الدفعة حاولوا يعني. فهم كان العدد كبير قوي، قالوا خلاص احنا نقبل الطبي بس. اللي حصل بقى في ايه في الطبي، ان يعني حد من الدفعة الاكبر نزل لنا ان هو حول عنده انزلاق غضروفي. انزلاق غضروفي. فاللي حصل بقى ان حرفيا الدفعة كلها راحت تعمل تقرير طبي انزلاق غضروفي. لا، أنا مش فاهم حاجة. يعني يعني انت في الالتماس الطبي ده انت بتبقى محتاج تروح مستشفى حكومية تعمل فيها تقرير طبي، تاخد ورقة كده تعمل تقرير طبي وتختمه ختم جمهورية والكلام ده كله عشان تقدمه من ضمن أوراقك يعني. تمام. فهو قال لي يا جماعة أنا حولت بانزلاق غضروفي. أنا كان هو ما كانش يعني هو حول بانزلاق غضروفي. فكانت التريك ايه؟ ان احنا كلنا خدنا اشعه، مش الاشعه بتاعتنا يعني، اشعه ناس عندها انزلاق غضروفي، وكنا بنروح للقصر ونقول له يا ظهري عندي انزلاق غضروفي فعايزين نعمل تقرير طبي. فانا برضه حابب اقول لكم ليه ابداوا في موضوع الالتماس الطبي او الحاجات زي كده بدري. علشان يعني هم في الاول كانوا بياخدوا الورق عادي جدا من الناس اللي عندها انزلاق غضروفي. بعد كده لقيت حلوان كلها حرفيا جايه بانزلاق غضروفي. قالت ايه ده، ما شاء الله حلوان كلها جالها انزلاق غضروفي، على درجه ان انا رحت المستشفى عشان اعمل موضوع الانزلاق الغضروفي ده. فالدكتور قال لي لا مش هعمل لك انزلاق غضروفي. قلت له ليه يا دكتور؟ ما الاشعه اهي تمام. قال لي انت سادس واحد من حلوان تجي لي النهارده تقول لي عايز عندي انزلاق غضروفي، تضحك عليا. فهو حرفيا الموضوع كان باين جدا يعني. ف مش عارف هيحصل ايه السنة دي، هل هيقبلوا الانزلاق الغضروفي ولا لا. بس كان في طبعا حاجات تانية غير الانزلاق الغضروفي يعني بالنسبة لنقطة التحويل دي. بس انت حاول على قد ما تقدر يعني تكون صادق، او تشوف حاجة فعلا عندك، يعني ما تسمحش ان انت تحول اي مشكلة في العظم، اي مشكلة مثلا دم لا قدر الله. يعني في ناس حاولت انيميا، في ناس حاولت من مشاكل بسيطة في القلب. بس انت حاول بس يعني دور على حاجة يعني ممكن تلتمسها، وان شاء الله ما تحتاجش لحاجة زي كده يعني. تمام. ده بالنسبة للتقرير الطبي. طب ايه الورق بقى اللي احتاجه او اجيبه؟ بص يا صديقي، الورق ده انت هتجيب 3 ورقات من الكلية. انا عارف ان في ناس منكم بدأت تجيب الدرجات من او الورق ده من الكلية يعني قبل ما تخلص امتحانات، وعاملينها بقى في الاستخبص بقى وما يقولوش لحد والكلام ده. الموضوع مش مستاهل يا جماعة يعني حبوا لبعض الموضوع، عشان صدقوني يعني الكوميونتي بتاع الحلوان في الأصل كده بيبقى حلو. لما كلكم تحاولوا مع بعض الموضوع بيبقى حلو يعني. فساعدوا بعض، ساعدوا بعض بلاش يعني الموضوع ده يعني. فالورق اللي كنا بنجيبه من الكلية بيان درجات محتوى علمي، بيان درجات أولى وتانية، محتوى علمي أولى وتانية، وإثبات قيد.
التلاتة بيطلعوا مع بعض، وبيختلف الوقت بتاعهم على حسب الضغط اللي على الشؤون العظيمة بتاعتنا. ياه أيام الشؤون، وحشتنا والله. ماشي. وهتحتاج صورة بطاقة ليك لولي أمرك، وعقد إيجار طبعا الاتنين، يعني التلاتة يكون نفس المكان بالظبط، اللي هو في نطاق جامعة القاهرة. تمام. مع لو انت طبعا عامل الالتماس، فهتبقى محتاج الايه، التقرير الطبي، وتروح تقدم. اهم نصيحة عاوز اقولها لكم: حاولوا as soon as possible. ليه؟ عشان يعني عاوز اقول لكم ان لما بيكتر الورق ولما بيكتر الموضوع، يعني حرفيا بيصعبوا الموضوع اكتر. في حاجة مبشرة حابب اقولها لكم: مفيش حد اترفض السنة بتاعتنا. اي حد قدم على تحويل اتقبل. في ناس اتأخرت، بس اي حد قدم على تحويل اتقبل. لدرجة ان كان في بنت يعني كانت معانا، دخلت اللجنة الطبية فرفضوها، فالبنت اغمى عليها بقى. راح الناس طلعوا يعني وجابوا لها عصير وكده، فرجعوا بقى وقبلوها. فراح كلنا بقى عملنا الاغمى عليها. فعايز اقول لكم بس هي الفكره كلها في ايه، ان انت يعني هم لما بيقبلوا ناس معينه، فهو بتدخل بقى في اشمعنى، وبيبقى في ضغط من الاهالي وحاجات زي كده، فالموضوع الحمد لله بيمشي يعني. انا مش عارف الموضوع هيكون ازاي السنه دي، بس انت اعمل اللي عليك. اعمل اللي عليه ايه، اجهز ورقك بدري. ابدا امشي في الموضوع. يعني انت لو مستوفي الشروط تمام، لو مش مستوفي ابدا امشي في الالتماس الطبي، وربنا يوفقك. اتمنى اكون فدتكم يعني، او قلت حاجه جديده. انا بس حبيت ان انا اعمل فيديو عشان اكتر من حد سالني، ومحبتش ان انا اجاوب على كل حد منفرد. ممكن لو انتوا حابين، انا ممكن اسيب لكم لينك جروب واتساب، يعني تدخلوا عليه تساعدوا بعض في التقديم. لو حد عنده سؤال او كده هجاوبه. وبالتوفيق لكم كلكم. شكرا.